ازيك؟ ايه الاخبار؟ اتمنى يكون الفوكس مظبوط. ممكن نحط الجملة دي بعد كده ايه في مقدمة الفيديو. اتمنى يكون الفوكس مظبوط. ايه الاخبار؟ اتمنى يكون كله حلو وبخير ان شاء الله. جاي اكلمك النهارده في موضوع ساحلني بقاله اسبوع كده، بما ان انا بدأت كلية وبتاع زي ما قلت لك، وطبعا بدأنا assignments وبتاع وكده. فالموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده ده هو شات جي بي تي. قبل ما اتكلم في اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة لو مش مشترك، ويلا بينا ندخل في الموضوع. يا ترى ايه هو شات جي بي تي ده اصلا؟ شات جي بي تي يا سيدي عبارة عن تول او اداة. الفكرة بتاعتها هي ان هي تكون زي جوجل كده مثلا، او اداة تسألها اسئلة فهي تجاوبك او تساعدك على حسب سؤالك. بس الفرق ان شات جي بي تي على عكس جوجل بيرد عليك زيه زي الانسان بالظبط، طبقا للمعلومات اللي محطوطه له، ومش بيجيب لك معلومات مختلفة من صفحات على النت زي جوجل مثلا. كمان تقدر تطلب منه حاجات معينة، زي ان هو مثلا يكتب لك مقالة عن موضوع معين او عن حاجة معينة، ويديك خطوات واضحة لان انت ازاي تتعلم حاجة جديدة، او حتى يعلمها لك هو بنفسه. دي كانت اول نقطة انا حابب اتكلم فيها في موضوع شات جي بي تي ده، وهي تعريفه. تاني نقطة هي ازاي ان انت تجرب شات جي بي تي اكشلي بنفسك. وانت بتتفرج على الفيديو دلوقتي معايا ممكن اديك طريقة مش محتاجة اصلا ان انت تعمل اكونت على شات جي بي تي لو انت عايز تجربه. بس علشان ان انت تعمل اكونت على شات جي بي تي نفسه محتاجة لفة معينة كده، هبقى اعمل لها فيديو لوحده ان شاء الله في المستقبل. بس انا جاي اديك حاجة سريعة، يعني ان انت تعرف ازاي تاكسس بيها شات جي بي تي من غير ما تلف اللفة دي كلها، ومن غير في بي ان ومن غير الحاجات دي كلها. الموضوع ده بيبقى عن طريق برنامج او موقع اسمه نوشن. وموقع نوشن ده بيديك زي ترايل او تجربة لان انت تستخدم النوشن اي اي اللي موجود في نوشن نفسه. والنوشن ده اصلا نوت تيكينج اب، عامل زي ايفر نوت كده، بتكتب عليه النوتس بتاعتك، وبيديك زي 20 سؤال او كوماند او كويري ان انت تقدر تستخدمها بالاي اي تول بتاعت نوشن دي ببلاش. لو انت عملت اكونت ببلاش هو هيديك ده. وكمان لو عندك ايميل بتاع الجامعه بتاعتك اللي هو بيبقى فيه .edu او اي ايميل بتاع جامعه عموما، يعني هيخليك تعرف تعمل اكونت بلس على نوشن ببلاش. والاكونت بلس ده هيديك unlimited access، او يعني اكسس غير محدود للنوشن اي اي، الفيتشرز بتاعت النوشن اي كلها من غير الكاب، من غير ما يحددك ب 20 كوماند بس. النقطه اللي جايه اللي حابب اتكلم فيها هي ان هل شات جي بي تي هيستبدل المبرمجين او اي وظيفه ثانيه عموما؟ في رايي الشخصي انا هيستبدل، بس مش في الحاله اللي هو فيها دلوقتي. شات جي بي تي عنده مساحه كبيره قوي للتطور، ممكن في رايي تخليه يستبدل الانسان في وظائف كتيره بشكل مخيف. هيجي واحد يقول لي طب ازاي والانسان هو اللي عمله اصلا؟ في السؤال ده احب اضيف لك مثال هيسهل عليك الدنيا شويه. زمان الناس كانت بتلعب شطرنج في امان الله عادي، ويلعبوا بعض والدنيا كانت جميله وبتاع، لحد ما اي بي ام قرروا ان هم يعملوا تشيس انجن اسمه ديب بلو، وقرروا ان هم يعملوا ماتش بينه وبين بطل العالم ساعتها جاري كاسباروف، اللي تعادل معاه احيانا وخسر منه احيانا. من ساعتها وفكره التشيس انجنز بدات تتطور لحد ما وصلنا للتشيس انجن اللي موجود دلوقتي، اللي هو اقوى تشيس انجن في العالم، وهو ستوكفيش. والتقدير او الريتنج بتاعه في الشطرنج دلوقتي يوصل ل 4000. لو عايز تعرف الرقم ده مخيف قد ايه، فاعلى ريتنج وصل له اي انسان في تاريخ اللعبه كان لعيب اسمه ماجنس كارلسن، وكان اعلى ريتنج وصل له كان 2882. يعني عادي ممكن الانسان يطور آلة، مش بس تكون الآلة دي بتعمل حاجه معينه احسن منه، بل تكسب بطل العالم في الحاجه دي، او احسن شخص عمل الحاجه دي في التاريخ كله بكل سهوله. واخيرا حابب اديك شويه تيبس اند تريكس ازاي تستخدم شات جي بي تي في تعلم البرمجه او اي مجال تاني عموما. بكل بساطه انت هتخش على تشات جي بي تي وهتقول له act as a professional professor او a professional teacher and teach me كذا. سواء مثلا انت عايز تتعلم لغه معينه في البرمجه زي C++ او جافا او اي لغه معينه في البرمجه، ساعتها هيبدا يديك outlines كده معينه ومبادئ تقدر ان انت تبتدي منها، والاساسيات بتاعه المجال ده. ساعتها انت هتاخد منه الاوتلاينز دي وهتاخد منه الاساسيات دي، وتبدا تديله الاساسيات دي واحده واحده، وتطلب منه ان هو يشرحها لك بتمعن اكتر، بتطويل اكتر، او ان هو يعلمها لك من البدايه خالص من اول البيزكس. هيبدا يشرح لك بالتفصيل الحاجه دي معناها ايه، احسن من اي فيديو ممكن تشوفه على اليوتيوب، او اي حد هيعلمك او تطلب منه ان هو يشرح لك الموضوع ده. ممكن كمان تطلب منه ان هو يشرح لك الموضوع او الكونسبت من منظور تاني او بطريقه تانية مختلفه لو انت مش فاهم الطريقه اللي هو اداها لك في الاول. ممكن يجيب لك 100 طريقه عشان يشرح لك بيها الموضوع. تقدر برضو بعد ما تتعلم حاجه معينه عن طريق شات جي بي تي ان انت تخليه يديك اسئله او تمارين ان انت تحلها عشان تتاكد ان انت فعلا اتعلمت الموضوع ده وبدات تبراكتس عليه او بدات تتمرن عليه. كمان الفكره دي وصلتنا لان انت اصلا لو مدرس بتدي حاجه معينه، انت تقدر تطلب من شات جي بي تي ان هو يعمل لك كويزز او امتحانات ما اتعملتش قبل كده عشان تقدر تستخدمها. فزي ما انت شايف قد ايه هي تول فليكسبل وممكن تساعدك في حاجات كتير قوي. فانا مش هخش في تفاصيل ايه الحاجات اللي ممكن شات جي بي تي يساعدك فيها، اظن ان انت دلوقتي بدات تفهمني في الموضوع ده، وتقدر تجرب بنفسك كمان بالطرق اللي انا شرحتها لك فوق. اتمنى يكون الفيديو عجبك. زي ما قلت لك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناه لو لسه مش مشترك. ولو عجبك المحتوى وعايز تشوفه تاني ما تنساش برضو تفتح النوتيفيكيشنز من تحت او الزرار بتاع الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. السلام عليكم. تم بحمد الله.